ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ والله يا جماعه انا كده طالع اتكلم النهارده، والله ما كنتش ناوي اتكلم يعني، بس طالع اتكلم كده عن حاجه كده حصلت ان امبارح. جمهور الاهلي بشكل عام زايد فيها من امبارح، وعمال يتكلم في فكره ان انتوا فرحانين قوي كده ليه على المكسب اللي انتوا كسبانينه، وجزء تاني يرد عليهم يقول لك اصل هم عشان بقالهم 21 سنه في الدور الاول ما كسبوش الزمالك، ما كسبوش الاهلي، فعارف يعني ايه قيمه الاهلي في الاهلي ان انت تكسبه فتبقى ايه. فطلع نرد بس على النقطتين دول بكلمتين كده بسيط جدا، ولا فيهم اي حاجه، ولا بنغلط في حد ولا اي حاجه، هو الموضوع كله كده بنرد بالشياكه زي ما بيقولوا. طيب بالنسبه بقى لفكره احنا هنرد بايه، فانا هرد بكلمتين بصوت جدا. اول حاجه، انت مالك؟ دي حاجه بسيطه جدا. يا عم انا راجل كسبان، كسبان بالتحكيم، كسبان بالهق والمق، مش عايز اقول كلام تاني عشان الفيديو بس ما يتمسحش. بس عامه يعني انا كسبان يا عم بكل الموبقات اللي شفتها في حياتك، تمام، اللي ليها علاقه بكره القدم، تمام. انت مالك؟ مش انا كسبت؟ انا بفرح زي ما انت حضرتك لما بتيجي تكسب كده اي ماتش بينك وبين الاهلي والزمالك بتفرح. كلموا على فرحه اللعيبه والنط والبتاع والمش عارف ايه، وان عمالين يعملوا هيصه وبتاع مع الجمهور والكلام ده كله. شوف نفسك في ماتش انبي حصل ايه لما اتعادلت مع الاهلي، يعني مع انبي قصدي، في بعد الجون الاول وبعد ما جبت الجون التاني. شوف برضو عملت ايه قبل كده في كذا ماتش مع ماتش الزمالك، شوف برضو انت عملت ايه نفسك مع الزمالك في الماتش بتاع امبارح لما اتعادلت بجون عبد القادر، وشوف انت ماتش 2010 ولا 2011 بتاع 3-3 تقريبا، 2010 3-3 مع بركات بعد الجون التالت الاهلي عمل ايه. ففي مليون الف حاجه ممكن اقول لك الاحتفالات دي احتفالات عاديه، انا ما بقولش بقى ان انت ما تحتفلش ولا ان انا ما احتفلش، وان ده عادي وقيمه الزمالك وقيمه الاهلي، وان ما ينفعش ان انا اخسر، وان ما ينفعش ان انا اصلا ما دام ماتش عادي بثلاث نقط ان انا افرح بالطريقه دي. لا يا باشا، افرح عادي، يعني انا هفرح النهارده يومها، وانا كفرقه هقفل على نفسي عشان عندي ماتشات تانيه بعد كده، زي ما الاهلي بيعمل كتير والزمالك عنده نفس الفكره. فطبيعي انا كسبت الاهلي لان انا بقالي كتير جدا ماشي وحش، وبقالي اكتر من موسمين ما بكسبش الاهلي، ده طبيعي. واخر اربع ماتشات بيني وبين كولر اصلا الاهلي واخدها، فطبيعي ان انا لما اكسب لازم يبقى عندي ان انا افرح. دي حاجه طبيعيه جدا. فانا مستغرب جدا من جمهور النادي الاهلي ان فكره ان انت تقول لي لا ما تفرحش. في ناس بتقول لك لا لازم حقه يفرح وطيب، انا ما بتكلمش على الناس دي، انا بتكلم على المجموعه اللي بتتكلم على فكره ان ليه انت بتكسب بتعمل المنظر ده كله ومش عارف. هو مش عشان قيمه النادي الاهلي، هو طبيعي الغريم بتاعي وانا كسبته. اي دوري في العالم اتفرج عليه، برشلونه مع ريال مدريد، حتى في الدوري السعودي مثلا لما بتشوف الهلال والاتحاد او الهلال والنصر عامه، ما برضه نفس الموضوع. يا جماعه هي مش فكره، اقول لك ايه، مش فكره ان انت لازم تاخد بطوله عشان اقعد اتنطط وافرح واجري. حتى لما انا عملت كده في ماتش السوبر اللي حصل فيه الخناقه بتاعت امام عاشور ووليد سليمان، برضو انت جيت وعملت قلت انت مبالغ في الفرحه بتاعتك وبتاع، مع اني كنت لسه واخد سوبر افريقيا قبليها والسوبر ده، فالطبيعي ان انا ايه، هفرح. فالغريب بقى اللي انا مش فاهمه ان انت اصلا بجح شويه، اللي هو يعني بتتكلم ليه؟ ما يا عم عادي، انا كسبت زي ما انا لما باجي بخسر ما بفتحش بقي، ما باجيش اقول لك انت بتحفل ليه ولا بتعمل ايه، عادي يا عم انت حر وانا حر. انا راجل دلوقتي كسبت بفرح وبهزر مع فرقتي وبنبسط وبحفل عليك، وده طبيعي. وانت يا عم لما تيجي تكسب بعمل اللي انت عايز تعمله برضه، ما بقولكش لا، ده انت لما بتكسب الدوري اللي هو انا اصلا فرقه من الفرق بتسيب كل الفرق وتيجي تحفل عليا لان انا الغريم بتاعك، فطبيعي ان انا حتى برضه لما بكسب الدوري باجي احفل عليك. ده طبيعي جدا. انا مش فاهم الفكره عندك انت عايزه توصل لايه يعني. ايه المشكله؟ إيه المشكله ان انا بفرح وبهزر وبنبسط مع انا وجمهوري ولاعيبتي وادارتي وكل الكلام ده كله؟ مش فاهمك الصراحه. فالنقطه دي انا بس حبيت اوضحها كده، الفكره اللي هو شايف من امبارح كل السوشيال ميديا الاهلاويه بشكل عام اللي هو يا عم ده ماتش بثلاث نقط انت عامل حفله عليه وعامل دنيا وبتاع، طبيعي لازم اعمل حفله واكسب. وبعدين يا عم انا كسبت، يا عم انا كسبت وهفرح وبفرح ها، ومش هركز معاك. بس ما تقعدش انت بقى في فكره اللي هو يا عم ده ماتش انت شوف عشان كسبت الاهلي. لا، هو مش عشان انا كسبت الاهلي، هو طبيعي عشان انا كسبت الغريم بتاعي فوقعته في النقط وانا زدت عنه. قربنا، الفرق بيننا وبين بعض ماتشين في المؤجلات، ولو انت كسبتهم وممكن تكسبهم وممكن ما تكسبهمش، ولو اتعادلت هيبقى برضو الفرق بيني وبينك نقطتين، هتبقى رايحه جايه. ولسه في ماتش ما بيننا تاني في الدور التاني، سواء انت كسبت او انا كسبت، انت كسبت هتحفل عليا وانا مش هتكلم، وانا لو كسبت هحفل عليك ومش هتكلم. فمستغرب قوي الفكره بس بتاعت جمهور الاهلي الفتره دي، او مش كل جمهور الاهلي، جزء من جمهور الاهلي، فكره اللي هو ليه بتعمل ده يا عم؟ عادي يا عم، انا لازم افرح ولازم انبسط، حقي. انا راجل كسبت يومين ثلاثه، هخش على دوري، على كذا نص نهائي الكونفدراليه، هركز في الماتش، هتلاقي ماتش الاهلي ده خلص وانتهى زي اي ماتش بين الاهلي والزمالك. ده انت لحد النهارده يعني ده مثل ان انت حد النهارده نهائي القرن انت حتى دلوقتي بتقعد تتكلم عليه. يعني شوفوا في 2020 زي ما انت بتتكلم،
حاجه خلصت من 2020 وانت لسه بتكمل عليها بقالك 4 سنين ومحدش كلمك، وحقك تفرح طبيعي. ماتش نهائي افريقيا انا والزمالك الغريب بتاعي وانا كسبته وفي الدقيقه الاخيره، فطبيعي محدش بيتكلم معاك، فطبيعي ان انا لما اكسبك هفرح واحفل واعمل اللي انا عايزه. بس دي النقطتين اللي انا كنت حابب اتكلم عليهم النهارده بمناسبه فكره التحفيل وفكره ان احنا طبيعي يا جماعه، احنا جمهورين، انا جمهور بحب افرح واحفل على الجمهور التاني، وانت كذلك بتحب تعمل كده معايا، فطبيعي جدا ان احنا الاتنين نعمل ده. فطبيعي لما اجي انا بقى اعمل ده ما تجيش انت تقول لي اصل انت ليه بتعمل ده، ما انت لسه كنت انت بقى عامله. فاهم حاجه؟ مش فكره بقى بطوله، هي اصلا فكره ماتش الاهلي والزمالك لوحده بطوله، وهو لوحده مكسبه يفرح اي فرقه من الفرقتين، حتى لو انا وحش جدا وانت حلو جدا، وحتى لو انا حلو جدا وانت وحش جدا. فالموضوع هنا ملوش مقياس في الفرحه، الفرحه هنا بتبقى واحده، انا كسبتك هفرح وحفل، انت كسبت انا هتفرح وتحفل، وشكرا. بس بالنسبه بقى لموضوع زيزو وفتوح عشان الاصابات، فتقريبا فتوح يعني ممكن اسبوع ويرجع، عشان هي خلفيه، والخلفيه يعني شد، هو حس بشد مش اصابه بمعنى اصابه، فهو حب يريحه عشان الماتش اللي جاي بتاع نص النهائي. وزيزو هو اللي لسه، بس ممكن برضه بحد عام اسبوع، لان هو يعني الحمد لله ولا شرخ ولا كسر ولا اي حاجه، هو زي كدمه، فالموضوع كله برضه ممكن سكه اسبوع 10 ايام، فممكن يلحق الماتش الاولاني اللي هنا وممكن ما يلحقوش، بس دي لسه على حسب بقى الكشف وعلى حسب الدنيا، هنشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين. بس نشوفكم بقى النهارده بعد ماتش، النهارده في ماتش حلو يعني بتاع باريس وبرشلونه، نتفرج عليه ونشوف بقى بعد كده الاهلي هيعمل ايه مع مازيمبي الساعه 2، وربنا يستر، والزمالك هنشوف برضه يعمل ايه مع استاد مالي، ملعب استاد مالي. يلا سلام.